ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا عمر، وده اول فيديو في القناة واللي هتكلم فيها عن قصص الكوميكس والمانجا وشخصياتهم. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو بتحب الجيمنج وحابب ندردش عنه شوية ما تنساش تتابعني على قناتي جيمنج زون. بنزل فيديو جديد كل سبت. ومن غير كلام كتير خلونا نبدأ. بتبتدي أحداث قصتنا وإحنا بنشوف مدينة جاثم. بنسمع صوت باتمان وهو بيقول أنا فين؟ صوت غريب بيرد عليه بيقول له أنت هنا في جاثم. باتمان: هو أنا بحلم؟ الصوت بيرد عليه بيقول له لا، أنت مش بتحلم. باتمان بيرد بيقول أنا عارف ومتأكد إن دي جاثم، بس في حاجة غريبة بتحصل. أنا عارف المكان ده، عارف الحي ده بالذات، بس جالي إحساس غريب أوي منه، كأن في حاجة غلط بتحصل. الصوت بيرد عليه بيقول له اصبر وهتفهم كل حاجة. ساعتها بنشوف كات وومن وهي بتخش الحارة الضيقة ديت، حارة مليانة بالقطط المتوحشة، حارة فقيرة في مكان ضلمة من المدينة، وعلى وشها علامات الغضب. بتركن عربيتها قدام مكان مهجور وبتنزل من العربية، وتلاقي في وشها شاب شال سكينة وبيقرب منها وبيقول لها وهو بيضحك: ما تلعبيش مع القطط دي يا سيدتي، دي قطط متوحشة في المكان الغلط من المدينة، وفي مقابل 50 سنت بس أنا هحرس لك العربية دي من أي حد ممكن إنه يسرقها. إيه رأيك يا سيدتي؟ كات وومن بترد عليه وتقول له عرض جيد، بس ما تقلقش عربيتي محمية كويس. ساعتها بنشوف عشرات من القطط واقفين فوق العربية وبيبصوا له بكل شراسة. بتخش جوه المكان المهجور وبنشوف واحد على البار بينظف الكوبايات. بيشوفها داخلة بيقول لها سعيد بلقائك يا سيدتي. هما متجمعين ورا الحانة. كات وومن بتبص له مستغربة وتقول له ده جوتشي هيل مش كده؟ جوتشي هيل ده الراجل اللي قتل أبو وأم باتمان. جوتشي هيل بيرد أجل يا سيدتي. كات وومن بتستغرب أكتر: بس أنت المفروض ميت من سنين. جوتشي هيل بيرد بيقول أنا كنت موجود معاه من البداية، ولازم أكون موجود معاه في النهاية كمان. بيلمع الكاس وبيسكت، وتخش كات وومن للمكان الضيق دوت. بنسمع صوت باتمان في الخلفية وبيقول ده جوتشي هيل فعلا، هو المفروض ميت زي ما قالت. صوت بيرد عليه بيقول له اسكت. بتخش كات وومن جوه الاوضه الضيقه مليانه بشموع، في جنازه متشيعه قدامها تابوت مفتوح وكراسي للضيوف. هنا الفريد بيقرب منها وبيقول لها سيدتي انت مكانك مش هنا، هتقعدي على الكرسي الشمالي اللي قدام ده. تحبي تاكلي حاجه يا سيدتي؟ انا عملت فطيره. كات وومن بترد لا انا مش جعانه يا الفريد، انا عايزه اتاكد بس اتاكد انه مات. الفريد بيرد بكثره وبيقول كان دايما بيتكلم عنك، كان بيقول انك حب حياته الوحيد، ولو كانت الأمور مختلفة. هنا كات وومن بتقاطعه وبتقول له كل حاجة انتهت خلاص يا ألفريد. بتقرب من التابوت وهنا بنشوف الصدمة: باتمان جثة هامدة محطوطة جوه التابوت ورداءه ملفوف حواليه. بنسمع صوت باتمان وهو بيقول بفزع ازاي ده حصل؟ ده أنا. في الوقت ده بيوصل أخيرا تو فيس، بيخش بعربيته الحارة الضيقة، وهنا بيقابل نفس الشاب اللي قابل كاتوما وبيرد عليه وبيقول له تحب احرس لك العربيه دي مقابل 50 سنت. تو فيس بيضحك وبيقول له بص انا حرم العمله دي، لو ملك هديك الدولار وهسيبك تحرس العربيه، بس لو كتابه هقتلك وهرميك جنب العربيه عشان اي حد يفكر انه يقرب منها يشوف جثتك ويعرف اللي هيحصل. بالفعل تو فيس بيرمي العمله، ولما بيلقطها بيبص للحارس وبيديله دولار، بيقول له احرس العربيه دي كويس يا ولد. بيوصل برضه للمحقق جوردن وبنته باربرا وهي قاعده على الكرسي. المحقق جوردن بيقول اعتقد دي النهايه فعلا، ما كنتش متوقع اليوم ده هيجي ابدا، بس كلنا كنا عارفين مصيره، هو اللي اختار الحياه ديت ولازم يتحمل نتيجه اختياراته. باربرا بتقول له كفايه يا ابني. الفريد بيقطع كلامهم: الرئيس جوردن، ميس باربرا، مرحبا بكم، اسمحوا لي أدلكم على كراسيكم في القاعة. بيخشوا القاعة وهنا بنشوف كل الأشرار والناس اللي باتمان عرفهم في حياته سواء كانوا أحياء أو أموات، بيتخانقوا على مين اللي قتل باتمان. كل واحد فيهم عنده قصته اللي كان عايز يحكيها. صوت باتمان بيظهر في الخلفية بيقول إيه الجنون ده؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ الصوت بيرد عليه وبيقول له اسكت. بيوصل الجوكر أخيرا، بيقف بعربيته قدام جنازة باتمان، بينزل من العربية وبيقول للشاب اللي واقف احرس عربيتي من فضلك، مش عايز اي حاجه تحصل لها. الولد بيرد بخوف بيقول له بس انت الجوكر، انت هتقتلني. الجوكر بيضحك وبيقول له هقتلك ليه؟ انا عايز حد بس يحرس لي العربيه مقابل 20 دولار. ايه رايك يا فتى؟ الولد بيرد بخوف وبيقول له لا انت هتقتلني. هنا الجوكر بيتغاظ بيقول له انا الجوكر، انا ما بقتلش الناس بشكل عشوائي، انا بقتلهم بس لما يكون الموضوع مضحك. المضحك في ان اقتل شاب حقير زيك. ده انت كنت حته ساعي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. جوه الجنازة الأشرار لسه بيكلموا بعض، كل واحد فيهم عنده قصته، كل واحد بيقول إن هو اللي قتل باتمان. بيتخانقوا مع بعض وهنا بيحضر سوبرمان، بيقف قدام الموجودين وبيقول إن باتمان هو أعز صديق لي وإنه خسر أخ. بيبص بكسر على جثة باتمان وبيودعه وهو بيقول كان دايما بيقول لي مش مهم هو هيعيش ولا لأ، المهم إنه ينقذ
الأبرياء. ساعتها ابتسمت وأخدته للبيت، ودي كانت آخر مرة أشوفه فيها. الوداع يا صديقي. بيتقدم ديك جريسون للمنصة وعلى وشه علامات الغضب، وبيقول للكل حد تاني عنده كلمة للفقيد. هنا صوت باتمان بيظهر تاني وبيقول ايه اللي بيحصل هنا؟ ديك مات، الجوكر قتله، ازاي هو موجود معانا؟ الصوت بيرد بيقوله مش مهم، اسمع وانت ساكت. هنا ألفريد بيطلع على المنصة وبيبص للموجودين وبيقول اسمحوا لي يا سادة، حابب أقول كلمة. من زمن بعيد كنت شغال ممثل مسرحي، كنت بسافر من مكان للتاني وبقدم عرض في كل بلدة. كنت عاشق للجمهور وتصفيقه واهتمامه، كنت بعرف أخبي نفسي في الأزياء اللي بستخدمها، وكنت بقدر أتقمص الشخصية. بس فجأة في واحدة من عروضي بيجيلي رسالة من أبويا المريض، بيقول لي إنه مصاب بالكانسر وإنه هو في مراحله الأخيرة وقدامه أيام قليلة وهيموت. وجه الوقت إني أرجع تاني لجثة وإني آخد مكانه وأهتم بعائلة ويل. بالفعل بركب القطر وبرجع جثة، بس أثناء الرحلة بعرف إن أبويا مات، بستلم منه الشغل وبكون الخادم الجديد لعائلة وين. دكتور وين كان دايما بيهتم بأبويا أثناء مرضه وكان جنبه طول الوقت لغاية لما مات، وأنا راجع بس عشان أسدد ديون أبويا. مع التقدم في الوقت بلاقي نفسي بتعلق أكتر بعائلة وين. ميس وين كانت كل يوم بالليل بتلعب مع ابنها بروس. لو كان في حاجة اسمها سعادة فعلا كنت باحس بالسعادة دي وأنا معاهم، كانوا جزء من عيلتي، وكنت بالعب دوري كخادم كويس أوي. في يوم من الأيام بتحصل حادثة الحرامي، حقير بيقتل مستر وين ومراته قدام بروس، وده بيسبب له صدمة وبيكبر هو شايل كمية غضب وحقد جواه. اتدرب كتير أوي، بعد ما خلص تدريباته قرر إنه يحول نفسه لرمز. لبس العباية السودا بتاعته ونزل يقوم بأول مهمة، لكن مهمته باءت بالفشل. هور وسقط من على مبنى عالي وهو بيطارد واحد من المجرمين وكسر ضلوعه ورجله. جريت للمكان اللي وقع فيه وشيلته وديته القصر، حاولت أعالجه وحاولت أبعده كتير عن الطريق دوت لأنه كان خطر، ولكن هوسه كان بيزداد وابتدى يلبس زي الخفاش. وهنا عرفت إن سعيدي قد أصاب بالجنون لما لقيته عايز بشكل جدي إنه يحارب الجريمة بالزي الغريب ده. بس هو كان مبسوط، بنى مقر ليه تحت القصر وكان معمول بس لمحاربة الجريمة. والأول مرة بشوف سيدي متحمس وهو بيعمل حاجة، وأحيانا كنت بشوفه بيبتسم من الوقت للتاني، بس ابتسامته دي بتبتدي تتلاشى مع الوقت، جنونه بيزداد وهوسه في الخروج بالليل كل يوم عشان يحارب المجرمين أثر على عقله. كان أحيانا فعلا بيقدر يقبض عليهم، بس أغلب الوقت كانوا بيهربوا منه، كانوا بيضربوه. وفجأة واحدة ورا واحدة لقيته بيبعد عني وعن العالم. اتصلت بواحد من أصدقائي القدامى اللي كنت معاهم في المسرح، قلت لهم إني عندي شغل ليهم، كل واحد فيهم هيعمل دور شخصية شريرة هيظهر في أوقات معينة عشان يشغل سيدي باتمان ويحافظ على عقله من الجنون. خليتهم يلعبوا دور أشرار معروفين، بينجوين، ريدلر، كات وومن، وسكار كرو. في الأول كانوا رافضين الفكرة دي، بس لما عرضت عليهم الفلوس وافقوا بشرط إن هم ما يتمدوش عشان باتمان ما يصدقش إن هم أشرار بجد ويأذيهم. دي مجرد مسرحية في الأول وفي الآخر. الوضع استمر على كده شهور قليلة. في الأول سيدي باتمان كان بيلاقي اللي بيشغله، بس برضه مع الوقت ابتدى يرجع له الاكتئاب. الأشرار دول ما كانوش كفاية ليه، كان لازم يكون ليه عدو لدود زي أي بطل خارق. لازم يكون عنده عدو يكون هو ده اللي بيصب عليه تركيزه وحافظ على سلامته العقلية. وهنا قررت أتدخل، عملت اللي كان لازم أعمله. الصبح بكون خادم بروس وين، وبالليل بشوية ميك اب أحمر وباروكة خضراء بكون الجوكر، العدو اللدود لحارس الليل باتمان. كنت باضحك وباضحك، بس سيدي كان مبسوط ما يعرفش إني باضحك عليه هو. مرينا بأيام حلوة سوا، كنا بنتقابل مرة أو مرتين في الشهر. أخليه يقبض عليا ويوديني مستشفى أمراض عقلية مزيفة اخترعتها اسمها أركم. كنت بعمل كأني بهرب منها كل مرة عشان أرجع وأواجه، لأن ده كان بيحافظ على سلامته العقلية. بس في يوم من الأيام سيدي بيكتشف الحقيقة وبينده عليا، ولما بيخش بيلاقيني ماسك الباروكة الخضراء بيبص لي بكل غضب وبيقول لي اشرح لي ايه ده يا الفريد. ساعتها الفريد بيرد بيقول دي ملابس الهالوين يا سيدي، كنت عايز افاجئك بيها. بروس بيرد وهو متضايق وبيقول له انت مش محتاج تكذب عليا تاني يا الفريد، انا قبضت على صديقك اوزي اللي كان بيلعب دور بينجوين وقال لي على كل حاجه عن المسرحيه بتاعتك دي، انا عرفت كل حاجه، طول الوقت ده انت كنت بتلعب بيا. الفريد بيرد بكثره لانك كنت محتاج ده يا سيدي، انت بتقول ان كل ده مجرد كذبه باتمان، مجرد كذبه. ألفريد بيحاول يهديه، مش كل حاجة يا سيدي، لو أنت مصدق إن ده حقيقي فهو فعلا كان حقيقي بالنسبة لك. مفيش حاجة أنا عملتها غير علشانك أنت، جزء مني مبسوط إنك اكتشفت الحقيقة. أعتقد جه الوقت إن إحنا ننهي الموضوع ده. وهنا بروس بيرد بكل تصميم مفيش حاجة هتنتهي يا ألفريد، حتى لو باتمان كان مجرد كذبة فأنا لسه باتمان، حتى لو الشر اللي بحاربه كان مجرد كذبة فأنا ما عنديش اختيار غير إني أكمل القتال.
بنشوف علامة باتمان وهي بتنور في السماء، وبروس بيكمل كل حاجة ممكن تكون نكتة بالنسبة لي، أنا بس بالنسبة للناس كنت مصدر إلهام وأمل للمدينة دي. ما ينفعش كل حاجة تقف مرة واحدة، لازم أفضل النور الساطع وسط الضلمة دي. بص يا ألفريد، إشارتي مضيئة إزاي في السماء؟ الشرطة بتستدعيني، هما لسه محتاجيني. ألفريد بيبص له بيرد: حسنا يا سيدي. لبي نداءهم. بيروح ألفريد المكان الحادث، وقدام حديقة الحيوان المحقق جوردن بيقول له إن ريدلر خطف مجموعة من الأطفال، وبينده باسم باتمان بقاله ساعات. هنا باتمان بيرد في هدوء: مفيش ريدلر أصلا، ده مجرد ممثل مسرحي بيقوم بدور سخيف اسمه الحقيقي إيدي ناش. باتمان بيقتحم الحديقة وبينده باسم ريدلر الحقيقي إيدي. هنا ريدلر بيقف قدامه، علامات الجنون بانت عليه. الممثل تقمص الشخصية وفاكر نفسه فعلا شرير بجد، وإن اسمه الحقيقي ريدلر. نسى إن ده مجرد دور بيلعبه. بيوجه المسدس على باتمان وهو بيصرخ وبيقول: أنا مسنيش إيدي ناش، إيدي ناش أنا قتلته، أنا اسمي ريدلر. باتمان بيبص له وهو بيقول: أنا عارف كل حاجة عن اللعبة دي يا إيدي، كل حاجة لازم تقف دلوقتي، اديني المسدس يا إيدي. هنا إيدي بيصدق جنونه وبيصرخ بغضب وبيقول: أنا ريدلر بحق الجحيم، أنا مش مجنون. إيه الحاجة اللي بتلبس أخضر بالكامل وهتقتل باتمان دلوقتي؟ باتمان بيحاول يهديه ويقرب منه ويمدله إيده وبيقول له بهدوء: اديني المسدس يا إيدي. وفجأة وبدون أي مقدمات إيدي بيضرب النار على وش باتمان. بيقع باتمان على الأرض ميت وسط صدمة الجميع، وإيدي نفسه بيتفزع بيقول: أنا عملت إيه؟ وبنرجع تاني للجنازة. ألفريد بيكمل قصته بكثرة، وبعدها أخدوا إيدي ناش لمستشفى أمراض نفسية، مستشفى حقيقية مش أرقم. وأنا جبت سيدي باتمان هنا. بينزل ألفريد من على المنصة وبيمشي وسط الموجودين من غير كلمة واحدة. وهنا بيظهر صوت باتمان وبيقول: إيه الجنون ده؟ مستحيل تكون دي القصة الحقيقية، قصته مليانة ثغرات. ألفريد مستحيل يكون الجوكر، أنا شايف الجوكر بعيني وهو وسط الضيوف قاعد قدام جثتي، وألفريد بيمشي جنبه. إزاي ده حقيقي؟ هو أنا ميت؟ الصوت بيرد عليه وبيقول له: لأ لسه. باتمان بيجاوبه وبيقول له: أنت مين؟ قول لي إيه اللي بيحصل هنا. الصوت: أنت أعظم محقق في التاريخ يا باتمان، اكتشف الأمر بنفسك. وبتنتهي قصتنا على كده. قصة سريالية غريبة، وبنكتشف في الآخر إن الحاجات اللي بتحصل دي مجرد إشارات في عقل باتمان قبل ما يموت. أيوه، باتمان بيموت دلوقتي، فبيشوف فلاش باك لكل ذكرياته قبل ما يودع الحياة. شريط حياته كله بيعدي قصاد عينيه، ذكرياته بتتلخبط، مشاعره بتتجسد على هيئة خيالات، والصوت اللي بيكلمه دوت هو في الحقيقة أمه. باتمان نادم على حاجات كتير عملها، ولكن من جواه كان عارف النهاية هتكون إيه. أكيد ما كانش هيكبر في السن ويعتزل زي أي إنسان طبيعي. نهايته هو إنه هيموت وهو بيقاتل لآخر نفس في حياته. دي كلها مجرد ذكريات وخيالات قبل ما يموت. وقصة ألفريد دي كلها بالكامل مجرد كذبة اخترعها عقله عشان يخدعه بيها. بس كده يا معلم، بتنتهي قصتنا. أتمنى تكون القصة عجبتك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الحاجات دي بتدعمني جدا. وجست كده، بيس.